السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال الرز بالحليب، كيكون حلو. بسم الله، نبداو على بركة الله. هنا عندي نص كيلو ديال الرز، حطيته في الماء ساعة قبل ما نبدا نطيب، وكنخليه يرقد. من بعد كنبقى نصفي داك الماء ونقيه حتى كيقول لي الماء نقي. كناخذ اناء كنحط فيه لتر ونص ديال الماء، حطيته على النار حتى قرب يغلي، وزدتلو 4 الحبات ديال القرنفل و4 الحبات الهيل. هو دابا كيغلي الماء، خديت الروز صفيته من الماء اللي فيه وحطيته في الطاوه، نخلطوه بالمعلقه ونغطيوه ونخليوه يطيب. دابا فاش الروز كيشرب لينا تقريبا الماء كامل، انا عندي مازال باقي فيه شويه الماء، غنضيف له السكر. حطيت له زلافه ما يعادل 250 غرام، تقدروا ديروا على حسب الذوق ديالكم، الا تقدروا تنقصوا ولا تزيدوا. وزدت عليها نص اطرو ديال الحليب، ومعلقه كبيره ديال الزبده، وكنخلطوا كلشي ونغطيو عليه ونخليوه يطيب شويه. دابا غادي نضيف عليه 2 معالق ديال الماء ورد، ونخليه دقيقه فوق العافيه، وعاد نطفي عليه. باش نطفيو عليه نخليه نغطيه ونخليه 15 دقيقه باش يرتاح ويتنفخ مزيان. ومن الاحسن فاش تغطيو داك المغطايه بالمنديل، شي منديل نقي عندكم، وتسدوا عليه. الفايده ديال هاد 15 دقيقه، الرز كيبقى كيشرب الحليب وكيبقى فيها غير شويه. دابا صافي الرز عندي واجد، هانتوما كتشوفوا النتيجه النهائيه. كنقدموه في الطبق ديال التقديم. انا ذوقته بالقرفه، تقدروا تذوقوه باش ما بغيتو. بصحه والراحه. الى عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا لايك واشتراك، وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. السلام عليكم.